عندك ازازة ومقص، عندك الخير كله. بجد فكرة تجنن، هتخلصك من الدبان والناموس طول الصيف. لو اول مرة تشوفي قناتي يلا حط اللايك الجميل منك والاشتراك علشان يوصلك فيديوهاتي. دلوقتي معايا المقص والازازة. هنقص كده الازازة، هقص الازازة نصين كده من فوق اهو. خلاص بعد ما قصيتها بالشكل ده كده، النص اللي فوق ده انا مش هرميه، انا هسيبه كده على جنب لغايه ما اخلص اللي هعمله في نص الازازه التانية. يعني في نص الازازه التانية ده هجيب كده كوبايه من الميه. بعد كده هحط في الميه دي، هحط فيها كيس من الخميره الفوريه. بلاش الخميره اللي هي المجمده دي، خليكي في اللي هي السايبه دي حلوه، اللي هي البودر دي احسن بكتير وهتجيب نتيجه اكتر. وبعد كده هحط 3 معالق كبار من السكر. تمام. خلاص كده بعد كده هقلب الخميرة مع السكر كويس جدا. يعني قلبيها باي حاجه طويله بحيث ان هي تخش الازازه كده. انا قلبتها بخله الاسنان علشان طويله كده وهتخش جوه الازازه من تحت يعني، وهتقلب السكر كويس جدا وتدوبه. بعد كده هجيب نص الازازه اللي احنا ركناه على جنب ده، وهبدا ان انا احطه كده العكس. بس مش هلزقه باي حاجه، هو هيخش معاكي بكل سهوله. وهسيبها بقى على الرخامه او في مكان مثلا جنب الشباك، او البلكونه، مكان بيخش منه الدبان دايما. دي مصيدة للدبان والناموس وهتقضي لك عليهم كمان. بجد فكرة تجنن وعملية جدا وسهلة وبسيطة ومكونات موجودة في البيت هتعمليها. لو عجبتك الفكرة بقى حط اللايك. الفكرة اللي بعد كده، الليمون ده انا حاطاه في التلاجة وسايباه بالطريقه دي. هقولك انا عامله فيه ايه دلوقتي. مش هيبوظ منك ولا اي حاجه، ولو عايزه تجيبي كميه ليمون وتخزنيها بالشكل ده مش هيبوظ منك وهيقعد عندك كمان بالشهر. قبل كده سبته شهر وكمان 20 يوم، يعني في المرتين ما حصلهمش اي حاجه. المناديل طبعا منديه شويه. انا هقولك الفكره اللي انا جبت الليمون وبعد كده حطيته في كيسه زي ما انت شايفاها كده، وحطيت منه مناديل للسحب دي او مناديل مطبخ، اي نوع مناديل عندك تحطيها في الكيسه. حاطه 3 مناديل اهم، واحد تحت واحد كده عليهم من فوق وواحد في النص. يعني وزعيهم في الكيسه بحيث ان الليمون كله يعني يكون محوطه ومش هيبوظ منك مهما سبتيه. حتى لو سبتيه شهر مش هيبوظ منك خالص. فكرة سهلة وبسيطة. المناديل المندية خالص بسبب ان هي سحبة المية كلها اللي موجودة في الكيسة وخرجي كل الهواء اللي موجودة في الكيس، وبكده عمره ما هيبوظ معاكي. الفكرة اللي بعد كده بقى فكرة الشراب والشماعة. الفكرة دي حلوة جدا، ممكن تنفذيها بكل سهولة. هقولك عليها دلوقتي. انت هتجيبي كده اي شماعة عندك وهتلبسيها اي شراب قديم، يعني حتى لو متقطع هيفيدك برضو. خلاص. وبعد كده يلا هقولك هتعملي بيه ايه. ممكن تنفذيها في الاماكن اللي بتبقى ورا السخان ساعات بيبقى وراه كده. مش عارفه تجيبيه، تراب وراه، تراب وراه كميه اي حاجه يعني، وكمان مش هتلمسي الميه ولا اي حاجه. مش هتتكهربي. بعد كده تحطي الشماعة بالشراب كده واسحبي كل التراب اللي موجود ورا السخان، برضو ورا التلاجة. بتجيب كل الاماكن اللي انت مش عارفة توصلي لها بايديكي. الطريقة دي هتوصل لك كل الاماكن اللي هي الضيقة. ممكن تحت الميكروويف، ممكن تحت البوتاجاز، اي اماكن، او ورا البوتاجاز. اي اماكن عايزة تنضفيها بالشكل ده هتنضف معاكي بكل سهولة. لو ايدك مثلا متعوره وحاطه عليها لزقه او اي حاجه، ممكن ان انت تجيبي الجوانتي ده اللي هو الجوانتي البلاستيك، وبعد كده هتقصي صباع من الجوانتي بالطريقه اللي انت شايفاها كده بالمقص. وبعد كده هقولك هتعملي بيه ايه. طبعا لو صباعك مش عايزاه يجي عليه ميه او اي حاجه، هتحطي الصباع ده كده بالطريقه اللي انت هتشوفيها دلوقتي كده، عمره ما هيجي عليه ميه ولا اي حاجه. كده انت هتكوني حافظتي على صبعك. لو ايدك متعوره زي ما قلت لك، لو حاطه فيها لزقه او اي حاجه، عمر ما الميه هتدخل جوه ايدك يعني في الصباع ده ولا اي حاجه. كده انت تقدري تغسلي بقى المواعين، تشوفي وراكي ايه الكلام ده بكل سهوله، وعمر ما اللزقه هتتشال اللي جوه، طالما انت محافظه عليها بالصباع اللي انت شايفاه ده كده. لو الفكره عجبتك بقى حط اللايك الجميل منك والاشتراك وشجعيني عشان يوصلك فيديوهاتي. هقولك فكره تانية حلوه برضو بنفس الجوانتي البلاستيك ده. لو مثلا رايحه رحله، رايحه مثلا النادي، عايزه تاخدي معاكي سكينه بس مش عارفه طبعا هتعورك لو حطيت ايدك في الشنطه والكلام ده، هتجيبي السكينه كده وبعد كده هتدخلي ال- اللي هو الصباع بتاع الجوانتي ده بالشكل ده. هتعمليها بحته استك من تحت او اي توكه بالاستك وبس خلاص. خديها بقى معاكي في كل حته، عمر ما ايدك هتتعور. شايفه
طبعًا هيحمي لِك صوابعِك إن أنتِ أول ما تحطي إيدِك في الشنطة عمر ما إيدِك هتتعور ولا أي علبة موبايل عندِك ممكن تستخدميها استخدام كويس جدًا، هاوريه لِك من خلال الفيديو برضه. أنا شِلت القطعة اللي جوّه العلبة، وشِلت أي حاجة فيه ممكن طبعًا تزوّقيها، بس أنا هادّيكِ الفكرة إنِّك تعمليها، وبعد كده براحتك تزوّقيها، تعمليها كُلّه بإيدِك، تمام. بعد كده بعد ما فكيت كل حاجة جوّه العلبة بالشكل ده، هاقطّعها 4/4 تمام، يعني هاقطّعها من النُص زي ما هاوريكِ دلوقتي كده، وبالعرض وبالطول بالشكل ده كده، تمام. هاقطّعها بالسكينة وبالمقص بالشكل ده، قطّعتها نُصّين، وبعد كده قطّعت النُص الاتنين برضه، أهي شايفة شكلها، أهو قطّعته نُصّين، وده كمان قطّعته نُصّين. بعد ما قطعته نصين هلفها بالشكل ده، وهيبقى منظم للتسريح عندي. بس هجيب العلبة طبعا بتاعته وهدخله جواها، وهشيل اي زيادات موجودة علشان خاطر يدخل جوه العلبة بالشكل ده، تمام. هيبقى طبعا النص يعني هنعمل لهم زي فتحات كده، كل فتحة لوحدها هنحط بقى فيها، ممكن تجيبي فيها الادوات بتاعتك اللي هي بتاعت المكياج. انا حطيت فيها الماسكارا والكحل والروج كمان، وحطيت فيها المونوكير، بجد منظم حلو قوي. شكله حلو على التسريحه، ممكن تزوقيه، ممكن تحطي فيه طبعا الفكه اللي معاكي برضو تحطيها على الجزامه. تحطي فيه فكه فلوس زياده، ممكن تحطي فيه المفاتيح، تحطي فيه اي حاجه عندك. وبجد الصابونه ساعات بنبقى محطوطه على الصابونه بتدهول لنا الصابونه وبتسيح، وبيبقى شكلها مش لطيف خالص في الصبانه، فتضطري ان انت تغسلي كل شويه الصبانه. فهنعمل ايه علشان الحل ده او المشكله دي؟ هنجيب غطا ازازه عندك وهتحطيه من تحت كده، وهتثبتيه كويس جدا في الصابونه، وبعد كده هتحطيه على الصابونه، واي حاجه موجوده في الصابونه عمرها ما هتنزل في الصبانه، وهتدنها محتفظه بشكلها زي ما هي نظيفه في الصبانه. الفكرة اللي بعد كده، ساعات الصلصة أو المَيّة بتفور على البوتاجاز، طب إحنا مش عايزين الفوران ده يحصل، هنجيب معلقة خشب وهنحطها بالطريقة دي على الحلة، اللي موجود في الحلة عمره ما هيطلع برّه الحلة ولا هيفور طالما المعلقة دي محطوطة. يا ريت الأفكار الليمونة دي بشوية الملح ممكن تتحط في التلاجة أو الفريزر، بتشيل لِك أي ريحة مكان الفحم يعني بدل الفحم، تشيل لِك أي ريحة موجودة في التلاجة أو موجودة في الفريزر. بجد تجنن. كمان الصدى اللي موجودة في السكاكين كده زي ما أنتِ شايفة، السكينة عندي فيها حتة من الصدى من تحت كده قربت تصدّي، فأنتِ يا دوبك ألحقها كده إن أنا أعملها بنُص الليمونة دي بشوية من الملح، وإن أنا ألمّعها كويس جدًا، شايفين؟ لو عندِك سكينة قديمة مثلًا على طرفها كده صدى، برضه بتشيل الصدى كلّه، أهي شايفة. أنا هاغسل لِك دلوقتي السكينة علشان أورّيكِ إن السكينة نطفت وكإنِّك برضه شارياها جديدة. بُصّوا شايفين أنا عملت كل حتّة موجودة في السكينة ونضّفتها بنُص ليمونة وشوية الملح. هاوريكِ بقى بعد ما غسلتها بُصّي، رجعت تاني بتلمع، بُصّي شايفة؟ بجد اللمعة هايلة، حلوة جدًا. جرّبي الفكرة دي لو عجبتِك الفكرة، ما تنسونيش بقى في اللايك الجميل والاشتراك منِّك عشان يوصل لِك فيديوهاتي، وهتوحشوني جدًا. مع السلامة.